اولويات للمسير. يمكن حضرتك تعرف في مثلا قطر اكسبريس مش كده؟ لازم اخزنه القطر العادي عشان يعدي، لان هو ملوش مقرر وقوف في المحطه دي. هو التاخير في ايه؟ في مواعيده ولا عشان هو بيركن وبيعدي قطر غيره؟ قول لي يركن قد ايه؟ يقعد مثلا نص ساعه عشان يعدي القطر. يعني هو كذا قطر. فندم هي دي مقررات ومواعيد واولويات مسير. لو انا مشيت القطر العادي قدام الديزل او الاكسبريس ما هيعطلهولي اللي وراه والرحله اللي وراها واللي وراها وهكذا، مش كده؟ ولا الكلام ده مش مظبوط؟ يعني هو القطر ده لو انا مشيته قدام القطارات الاكسبريس هيعطل لي الرحلات اللي وراها كلها، مش رحله واحده ولا اثنين، عندنا 47 رحله في الطالع طواليات، وقصادهم في النازل 94 رحله في قبلي. ده غير القطارات الصغيره، غير القطارات اللي هي المسافات القصيره بتاعت تحيا مصر. بنتكلم في الطواليات 94 رحله، فهي بتبقى ليها اولويات مسير بس مش اكتر. لكن احنا مش بنأخر، يعني عمرنا ما بنأخر حاجه يعني، بس الحكايه كلها اولويات بس اكتر ولا اقل. طبعا بالنسبه للحاجات دي الفكره فيها الباشمهندس كمان اكتر مني. بالنسبه للتشغيل انا مش سامعك ما فكرتش علي صوت. كانوا بقى من اسوان يعني راجع حماد لغايه فين؟ من فين لفين؟ هو بيركب من الجنوبيه بياخد وقت قد ايه؟ لما بيتاخر قد ايه؟ قد ايه؟ وقت قد ايه وقت؟ ساعة ممكن ساعة كاملة؟ ايه يا باشمهندس؟ كتير. بص الرد عند الباشمهندس اهو. حضرتك بتركب من جنة نجي حمادي ولا دشنا؟ لا جنة نجي حمادي تمام؟ هو الغرب تمام 8 و10 تمام. ده خضار ركاب اللي هو الحكومة النجي حمادي الاقصر تمام؟ ايوه تمام. زي ما حضرتك واخد بالك ميعاده تمام بيقوم نادي حماد الساعه 6 و10 ميعاده يوصل 8 ونص جنة، ولكن عشان اي حساب الدولارات اللي هي جدول اكسبريسات الدولارات المكيفه بينزل مخزن دشنا او مخزن اولاد عمرو، وده اللي بيجيب التاخير.